هذا المرض اللي موجود في الدوري. سلام من الله عليكم. مرض في الدوري، هذا ما قاله وليد الفراج الإعلامي الكبير في برنامج أكشن مع وليد. هنعرف إيش يقصد الأستاذ وليد الفراج بهذا المرض، لكن قبل ما نعرف اشتركوا في القناة ولايك ودعم للقناة لو سمحتم، وشاركونا في التعليقات. طيب الآن حنبدأ في بداية هذا الفيديو. طبعا معسكر تشيك انتهى. طبعا كان مكون من مباراتين، المباراة الأولى مع المنتخب مقدونيا وانتهت 2-1 لصالح المنتخب السعودي. طبعا أكثر ما أعجبني في هذه المباراة وفي المعسكر كامل، هذا رأيي الشخصي صراحة، وأرجو أن تردوا علي في التعليقات. طبعا صالح أبو الشامات، تحطوا خطين على هذا اللاعب القادم في الساحة السعودية الكروية. صراحة الصناعة والافتكاك الذي قام به صالح أبو الشامات في مباراة مقدونيا، أخذ الكرة من منتصف الملعب ومررها بعد مراوغات، مررها الفراس بلاكان وقال له سجل يا فراس. ما شاء الله تبارك الله، الله يديم هذا المستوى عليه. هذه بالنسبة بخصوص مباراة السعودية ومقدونيا. طبعا المباراة الثانية كانت مع التشيك، السعودية وتشيك، انتهت 1-1. واللي أحرز هدف التعادل صراحة عبد الله الحمدان من كرة ثابتة، ككبار المحترفين الأوروبيين صراحة، ما شاء الله عليه. ربنا يديم عليه نعمة ونشوفه دائما يسجل من الكرات الثابتة ويكون داعم كبير للمنتخب السعودي في الكرات الثابتة. رأيكم في معسكر التشيك؟ كان مقنع هذا المعسكر؟ أنا عارف ناس اشتكوا يقولوا التشكيلة مو ثابتة ولا المباريات حق الملحق قربت. نبى تعليقاتكم طبعا في التعليقات تحت حول هذا المعسكر وحول التشكيلة. وش توقعاتكم في التشكيلة؟ الهجوم مين حيكون؟ قلوب الدفاع، الحراسة، المحور، الأظهرة. اكتبوا، كل واحد يكتب إيش رأيه في التشكيلة للمنتخب السعودي المتوقعة في الملحق الآسيوي. طبعا نرجع لتغريدة وليد الفراج المثيرة للجدل. يقول لك في التغريدة التي تظهر أمامنا الآن: المنتخب السعودي يفتقد للحلول الفردية، ولذلك نجد مرض في الدوري وهو البحث عن ضربة جزاء. ملحق المونديال مقلق، وبإذن الله يتأهل الأخضر. وأضاف أيضا وليد الفراج: بعد أن كنا نريد تحقيق النتائج أصبحنا نشك بالتأهل. تعليقكم على هذه التغريدة. المرض هو يقول لك حسب رأيه الشخصي وليد الفراج، يقول لك هو البحث عن ضربة جزاء. أكثر اللعيبة المحليين يبحثون عن ضربات الجزاء في الدوري، وهذا أثر على مستواهم. أتوقع هذه وجهة نظر وليد الفراج الإعلامي الكبير، والله أعلم. تعليقاتكم على هذا الفيديو، ونبغى تعليقات تخص المنتخب. التشكيل لازم تذكروها في التعليقات. وإيش أحسن لاعب في هذا المعسكر حق تشيك؟ أنا عن نفسي صالح أبو الشامات اسم بارز صراحة في معسكر تشيك، وباقي اللاعبين إن شاء الله فيهم الخير ويؤدون أداء ممتاز في ملحق آسيا، ونتمنى التأهل المباشر للمنتخب السعودي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتابعونا حتى نراكم في فيديو قريب لاحقا. مع السلامة.